عمرك سألت نفسك هل ممكن مجتمع عنده أكل ومية بلا حدود وعايش من غير مفترسات ولا أمراض ولا أي تهديد حقيقي للبقاء، أمان كامل يعني، ومع ذلك يختفي؟ المنطق بيقول لأ، لأننا طول عمرنا بنتعلم إن المجتمعات بتنهار بسبب حروب أو مجاعات أو نقص الموارد، مش بسبب الوفرة والرفاهية. سنة 1968 وبعد 24 محاولة بدأت تجربة يونيفيرس 25 أو الكون 25 اللي عملها عالم السلوك الأمريكي جون كالهون. في التجربة دي اتبنى مجتمع كامل للفئران، مكان مقفول نظيف ودرجة حرارته ثابتة، الأكل والمية متوفرين باستمرار من خلال منافذ مخصصة بتغذي المكان أوتوماتيكياً، وأماكن كافية للنوم وللأعشاش. معظم الأسباب اللي ممكن تخلي أي كائن يقلق على بقائه اختفت تماماً. التجربة بدأت ب4 أزواج من الفئران السليمة صحياً وجينياً لضمان إنه البداية تكون مثالية من غير أي عيوب. في الأول الهدف كان دراسة تأثير الكثافة السكانية population density، بس مع الوقت وزيادة العدد السؤال ما بقاش كم فار عايش في المكان، السؤال بقى إزاي بيتعاملوا مع بعض، وهي دي الكثافة الاجتماعية social density. هل المجتمع يقدر يحافظ على توازنه مع الزيادة دي؟ في البداية كل شيء كان طبيعي، الفئران استكشفت المكان وبنت أعشاشها وتزوجت وبدأت الأجيال الجديدة تظهر. العدد كان بيتضاعف بشكل متسارع في مرحلة النمو، ومع مرور الوقت وبلوغ العدد مستويات كبيرة بدأت المستعمرة تاخد شكل مجتمع حقيقي. بقت فيه تراتبية اجتماعية واضحة ومناطق نفوذ تسيطر عليها بعض الذكور القوية لحماية إناثها، وأجيال جديدة تتعلم السلوك الطبيعي من اللي قبلها. في المرحلة دي توفير الاحتياجات الأساسية كانت كافية عشان تبني مجتمع مستقر، بس النجاح ده ما استمرش، والسبب ما كانش نقص الأكل أو المية ولا حتى ضيق المكان، لأنه التصميم كان لسه يستوعب أعداد أكتر بكتير. اللي اتغير كان السلوك الاجتماعي نفسه. الذكور اللي فقدت مكانتها في التراتبية بسبب الزحمة انسحبت من المواجهة الإيجابية وبقت عدوانية بشكل مبالغ فيه، وبتدخل في صراعات عنيفة من غير أي سبب. وفي المقابل ظهرت مجموعة اتعرفت باسم The Beautiful Ones أو الجميلين. دول كانوا فئران شكلهم مثالي، ثروتهم نظيفة وما فيهاش خربوش واحد، لأنهم ببساطة انسحبوا تماماً وتجنبوا أي احتكاك أو صراع على النفوذ. بيقضوا يومهم كله في الأكل والنوم وتنظيف نفسهم بس، لا صراعات ولا تزاوج ولا تعامل مع حد. وفي نفس الوقت ده الإناث اللي بقت مضطرة تدافع عن أعشاشها بنفسها بسبب سلبية الذكور بدأت تهمل صغارها وتتخلى عنهم وأحياناً تهاجمهم. ومع كل جيل السلوكيات الطبيعية والغريزية كانت بتضعف وتندثر. الحالة دي اتعرفت بمصطلح behavioral sink، الحوض السلوكي، والمقصود بيه إن المجتمع بدأ يفقد توازنه وأدواره اللي بتحافظ عليه كمنظومة متكاملة. معدلات الإنجاب في مجتمع الفئران ده بدأت تنخفض بشكل حاد، والمواليد الجدد بقوا أقل وأقل، واختفى السلوك المرتبط بالتزاوج ورعاية الصغار تدريجياً. الأبحاث رصدت إنه الفئران دي حتى لما عزلوها بعد كده وحطوها مع فئران طبيعية في بيئات تانية كانت قد فقدت سلوكها الاجتماعي والقدرة على التواصل تماماً، بمعنى إنه الضرر الجيلي كان غير قابل للإصلاح. ومع موت الفئران الأكبر سناً ما بقاش فيه جيل جديد يعوضها. وفي النهاية رغم إنه الطعام والمية ما انقطعوش ثانية واحدة والمكان فضل آمن، انتهت المستعمرة بالكامل ومات آخر فار. المجتمع اختفى لأنه قدرته على تجديد نفسه اختفت قبله. نهاية المجتمع دي اتوصفت بأنهم ماتوا مرتين، الموت الأول لما ماتت روح المجتمع وأدوارهم وانفصلوا عن الواقع، والموت التاني لما ماتت أجسادهم وانقرضوا فعلياً. وده اللي خلى يونيفيرس 25 تبقى واحدة من أشهر التجارب في القرن العشرين. والسؤال هنا، هل ممكن يكون ده مستقبل البشر؟ بعد ما نتائج التجربة دي انتشرت، ناس كتير حاولت تطمن نفسها وتقول لأ، إحنا بشر عندنا عقل وثقافات ومؤسسات تحمينا من مصير زي ده. والتحليلات حاولت توضح إن مجتمع الفئران ده منهارش بسبب الرفاهية، بل انهار بسبب الأنانية وسوء التوزيع. فئران قوية سادت واحتكرت كل المساحات المريحة والموارد القريبة، وحشرت الباقيين في الزحمة في المركز، فظهرت العدوانية والانسحاب كاستجابة طبيعية للضغط الاجتماعي.
غياب التوازن والأنانية في توزيع الفرص والموارد هو بالظبط التحدي الأكبر اللي بنواجهه في عالمنا النهاردة، والضغط ده هو اللي بيخلي ناس كتير حوالينا دلوقتي تختار الانسحاب الكامل والعزلة. وعلى فكرة، نتائج التجربة دي كانت هي السبب الأساسي اللي خلى دول كتير في السبعينات تغير طريقة بناء السجون والمجمعات السكنية العملاقة. زمان كانوا بيبنوا عمارات ضخمة جدا ومكدسة تفتقر لأي خصوصية، بس بعد قراءة معطيات التجربة أدرك المهندسين ومصممين المدن إنه التكدس وسوء التوزيع في مساحة مقفولة بيخلق عدوانية مفرطة وبيدمر النفسية البشرية. فبدأوا يصمموا المدن بحيث يكون فيها مساحات خضراء ومناطق عامة تجمع الناس، وفصل بصري بين الوحدات السكنية لحماية البشر من مصير الحوض السلوكي وضمان مساحة شخصية لكل فرد. لما نبص حوالينا النهاردة ونقارن حياتنا بالواقع ده هنلاقي تشابهات تخلينا نقف ونفكر، يا ترى احنا بنقرب من المصير ده؟ في عالمنا المعاصر ومع توفر سبل الرفاهية والأمان المادي لكثير من المجتمعات بدأت تظهر نفس الأعراض السلوكية، تراجع ملحوظ في معدلات الإنجاب وناس كتير عايزة تعيش في عزلة تامة. بقينا بنعيش ظاهرة بيسميها الباحثين loneliness in crowds أو الوحدة وسط الزحمة. تلاقي الإنسان عايش في مدينة فيها ملايين البشر، بيركب المترو كل يوم ويشوف وشوش كتيرة ويرجع بيته من غير ما يتواصل أو يبني رابط حقيقي مع أي حد. والسؤال الأهم اللي بتطرحه التجربة قدام مستقبل البشرية، لو نجحنا في إننا نبني مجتمع تتوفر فيه كل الاحتياجات المادية وتختفي منه كل أنواع المعاناة وكل أشكال السعي والجهد والمحاولة، هل هنتحول بالتدريج لمجتمع الجميلين the beautiful ones؟ بشر شكلهم مثالي وبيهتموا بالمظهر الخارجي والرفاهية المطلقة، بس فاقدين للشغف والإحساس بأن لوجودهم أي معنى أو قيمة مضافة. وده يمكن يكون أهم درس. المجتمع محتاج أكتر من مجرد ضخ موارد وتلبية احتياجات. الإنسان مش آلة، بل كائن يحتاج يربطه بغيره نسيج اجتماعي حقيقي قائم على الثقة، الأسرة، الصداقة والتعاون. شبكة العلاقات دي هي البوصلة اللي بتدي لكل شخص مكان ودور ومعنى، وبتحميه من حالة اللامعيارية، وهي الحالة اللي بيفقد فيها المجتمع معانيه المشتركة ويتحول لمجموعة أفراد معزولين عايشين جنب بعض بس مش عايشين مع بعض ككيان واحد. الموارد بتبني المدن، بس العلاقات هي اللي بتزرع فيها الحياة والروح. علشان كده Universe 25 مش قصة عابرة عن فئران في معمل بقدر ما هي مراية بتخلينا نتأمل في تفاصيل حياتنا اليومية. أنا عايزة رأيكم، لو نجحنا فعلا في حل كل مشاكل البقاء المادية وتأمين المستقبل، هل هنكون حافظنا كمان على الحاجات الإنسانية البسيطة اللي بتخلي الحياة تستحق إنها تستمر؟ لأن المجتمعات مش دايما بتموت لما يخلص الأكل، أحيانا بتموت لما يخلص المعنى. أتمنى الحلقة تكون مفيدة وتعجبكم. أنا ريم، ودي كانت قعدتنا النهاردة في بينا كلام. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي.